السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، صحتكم لاباس. لا فيديو تاع اليوم راح نديرو دي ميني زومبرغر، وصفه اكثر من ناجحه، يجي خفيف قطني، واللي عندها مشكل معاه ما ينجح لهاش يجيها معجن. نقول لك حبيبتي تبعي الوصفه للاخير وجربي لي الوصفه. اللي ماشي مشتركه نتمنى ان شاء الله تشترك. بداو لي بهذاك الجام، نقولوا بسم الله ونبداو الوصفه. الوصفه هذه للامانه تاع الشيف بشرى. كنت تعلمتها عندها من بين الوصفات اللي تعلمناهم في دوره المملحات، اللي ميني زومبرغر. تحبوا ديرهم ميني ولا كبار كيما تحبوا، المهم الوصفه اكثر من ناجحه. هنا على بركه الله واش نحتاج؟ درت كاس حليب دافي، ملعقه كبيره سكر، ملعقه كبيره خماره تاع الخبز، وحبه بيض. هذا واش نحتاجو سوائل. راح نحطهم ونزيد عليهم كاس تاع فارينه. هذاك الكاس نفرغوه بهذه الطريقه، شغل نغطي كامل هذوك السوائل، شغل اللي نديرو انكوش تاع فارينه. ومن بعد هنايا نزيد ملعقه صغيره ملح، ونزيد ملعقه صغيره خل، ونزيد الكاس الثاني تاع الفارينه. وهنا نحطهم يتخلطوا. درت 2 كيسان فارينه فقط، نحطهم يتخلطوا. ومن بعد راح نزيد الكاس الثالث. اذا ما عندكمش البيترا ولا الباتور تقدروا تعجنوا غير بيديكم، المهم انه تخلوا العجينه تاعكم تتلصق. وهنايا نزيد الكاس الثالث تاع الفارينه. يتسمى هاد العجينه نحتاج فيها 3 كؤوس فارينه، كاس 220 ملي. وهنايا في البيترا كما راكم تشوفوا ما نخلطش بالبيترا هذاك، بدلت وكنت حنخلط المهم بهذه نخلطوا باش نحصلوا على القوام المطلوب بهذه الطريقه. خلطوا مليح بالبيترا حوالي 5 دقائق ولا 7 دقائق. المهم لو فات ينطمي الخليط تاعكم تحبسوا، واذا ما عندكمش بيترا تقدروا تخلطوا بيديكم. وهنا شوفوا هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. 3 كؤوس فارينه فقط البنات. جيت تلصق، ومن بعد في الاخر راح نزيد معاها ملعقه صغيره مرقارين، راح ندخلها في العجينه تاعي ونخليها تخمر يعني عادي، وتخلوها تحطوها في بلاصه دافيه وتخلوها حتى يضاعف الحجم تاعها. وهنا بعد ما تخمر لي تخلوها يعني تخمر، ومن بعد نجو نوزنوها. هنا انا راح نديرهم موايا، راح نوزنهم 50 غرام. اذا حبيتوهم كبار تقدروا توزنوهم خبيزات كبار، تقدروا توزنوهم 100 غرام. سينو كل وحده توزن كيما تحب. هذه هي. شوفوا العجينه شحال راهي تتلصق، ما تزيدوا لها ني فارينه ني والو، هي تتلصق. حاولوا كيفاش تخدموا بها هكذاك، ما تزيدوا لهاش الفارينه، باسكو لو كان تزيدوا الفارينه راهي راح تنشف. شوف يعني تعرفوا برك كيفاش تخدموها. هذا ما كان نديروا هكا، نشكلوا هذه بول ونغطوهم ونخلوهم ثاني. شوفوا الله يبارك العجينه هي ديجا بدات تخمر. نغطوهم ونخلوهم يخمروا واحد مره واحده اخرى. ومن بعد نجيب صفار البيض، درت له شويه حليب. فوالا. وهنا بعد ما شكلتهم نغطيهم ونخليهم يخمروا. ومن بعد ما يخمروا نحتاج صفار حبه بيض، ودرت لها شويه حليب. وهنا نجي ندير لهم، انا كاين اللي درت لهم اعشاب عطريه باسكو خدمت، يعني درت 2 عجينات، تعاودت عجينه واحده اخرى. كاين اللي درتهم اعشاب عطريه كما راكم تشوفوا، كاين اللي درت لهم الجلجلان فقط. شوفوا. وبعد ما يخمروا ندخلهم على درجه حراره متوسطه، والفور تاعكم يكون سخون بطبيعه الحال قبل ما تدخلوا لي ميني زومبرغر تاعكم، وتخلوهم يطيبوا. وهنايا هذه الخبزه درتها كبيره، راح نفتحها قدامكم باش تشوفوها. تخلوه حتى يبرد ومن بعد تفتحوه. شوفوا شحال جا خفيف ما شاء الله، قطني ماشي معجن. شوفوا شحال جاو خفاف ما شاء الله، يعني قطنيين خفاف ماشي معجنين. هنا قسمت هذه الخبزه اللي درتها كبيره يعني باش تشوفوا المصداقيه تاع الوصفه. وصفه اكثر من ناجحه ورائعه يعني بدون منازع. وصفات الشيف بشرى كلها ما شاء الله. المهم هنايا شوف، هنايا انا حبيت نبارطاجي معكم، قسمت معكم هذا الميني ثاني. هنا ديجا مازالهم مسخونين. شوفوا ما شاء الله قطنيين خفاف.
إن شاء الله تستفادوا تجربوها، واللي حبت تخدم مشاريع ولا راح تستفاد من هذه الوصفة. وخلوا لي دعوة خير، أنا هنايا نخليكم. كنت زينتهم بالسلطة والدجاج ودرت لهم هذا الخيط تاع الخيشه هكا من الفوق كما راكم تشوفوا. هذا هو التزيين تاعي اللي كان. نتمنى ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنساوش جيم وكومنتير. باي باي.